سؤال تاني، هل ينفع ازود عضل وفي نفس الوقت اخسس دهون في نفس الوقت؟ نظريا ما ينفعش، وده مستحيل. ليه؟ لان عشان اعمل نظام غذائي لزياده العضلات لازم اعمل زياده في السعرات الحراريه اللي انا جسمي محتاجها. لو انا عايز اعمل ان انا اخسس جسمي دهون، فبالتالي لازم اعمل عجز في السعرات الحراريه اللي جسمي محتاجها. فلو عايز ازود عضلات هزود سعرات حراريه، لو عايز انقص دهون هنقص سعرات حراريه. فما ينفعش ازود وانقص في نفس الوقت، ده ما ينفعش. فبالتالي هيبقى في هدف اكبر هو المسيطر، وفي هدف جانبي او فرعي ده بيتغير بشكل بسيط. يعني مثلا لو انا بعمل تخسيس للدهون هلاقي ان انا بخس كيلو دهون في الاسبوع مثلا، ومعاه ممكن زياده عضلات نتيجه ان انا بلعب رياضه سترينث او رياضه مقاومه، ممكن يزود مثلا 100 جرام 200 جرام نص كيلو بالكتير عضلات. لكن مش هينفع اشيل كيلو واحط كيلو، دي صعبه جدا. ممكن تحصل بشكل عملي في حالات معينه، ومش كل الناس هتبقى ليها نفس الاستجابه، ان انا ادي مجرد بس اديله الكالوريز اللي هو محتاجها وازود بروتين وازود نشاط رياضي او ازود رياضه المقاومه اكتر شويه. في الحاله دي ساعات بتجيب نتيجه مع بعض الحالات ان هي بيبقى فيه زياده في نسبه العضلات ونقص في الدهون، بس برضو النسب ما بتبقاش كبيره قوي زي اما بركز على تارجت واحد في المره.